في 1939 في مدينة قسنطينة أسس فريق بأبعاد أكثر من رياضية، الموك مولودية قسنطينة. فريق العلامة عبد الحميد بن باديس كان تأسس في حي شعبي عريق في مدينة قسنطينة اللي هو حي 40 شريف. الموك بداو يلعبوا، بداو يمارسوا الرياضه، يبان فتره الحقبه الاستعماريه وقبلها ايضا. الموك كانوا لعبوا لما كانوا 3 رابطات، قسنطينه وهران والجزائر العاصمه. الموك كانوا فازوا بالدوري لمرتين في 41 وايضا في 49. بعد الاستقلال الموك كانوا يلعبوا في القسم الاول انذاك، كانوا لحقوا 3 مرات لنهائي كاس الجمهوريه. سنة 1964 في النهائي الموعود اللي كانوا خسروا فيه امام فريق وفاق سطيف بهدفين مقابل 0. في 1975 الموك ومولودية قسنطينة كانوا انهزموا امام فريق مولودية وهران، والنهائي اللي كانت تلعب في 76 عام وراها كانوا خسروا فيه مع فريق مولودية الجزائر، مع العلم انه فريق مولودية الجزائر انذاك كان بطل افريقيا وين كان فيه بن شيخ بطروني. في 1991 بقيادة محمد صالح ديابي فريق مولودية قسنطينة يتوج باول لقب له بعد الاستقلال، البطولة الوطنية. الموك كانوا لعبوا بعدها كأس إفريقيا وبقاو ينشطوا في القسم الأول. سنة 2000 الموك كانوا احتلوا المرتبة الثالثة، وبعدها كانوا شاركوا في كأس الكونفدرالية الإفريقية وكانت آخر مشاركة قارية لهذا النادي. في 2003-2004 مولودية قسنطينة يسقط للقسم الثاني.